والاسبوع الجاي ده هتسمعوا خبر مفرح جدا 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 جدا. ان ما كانش يوم الاحد هيبقى يوم الاثنين، ان ما كانش يوم الاثنين هيبقى يوم الثلاث، ما كانش يبقى يوم الثلاث يوم الاسبوع اللي جاي ده مش هيعدي غير مع حضراتكم. مهما يكون بقى المذيع اللي موجود مع حضراتكم او المستشار مرتضى هيطلع او حد من مجلس الاداره هيطلع هيزف بشرى سعيده جدا جدا لنادي الزمالك. ان شاء الله سعيده. لو ما جاتش يوم الاحد هتيجي يوم الاثنين، ولو ما جاتش يوم الاثنين هتيجي يوم الثلاث، ولو ما جاتش يوم الثلاث هتيجي يوم الاربعاء، ولو ما شفتش الفيديو ده النهارده هتشوفه بكره، ولو ما شفتش الفيديو ده هتشوفه بعده. طبعا كلام عشوائي وكلام مضحك. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. بعد كميه المشاكل الكبيره اللي بيمر بيها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، اعلاميين على قناه نادي الزمالك طلعوا وجهوا اللوم ووجهوا المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك للنادي الاهلي، واتهموه في اتهامات صريحه بان هو سبب وقوع نادي الزمالك وسبب المشاكل اللي بتحصل للنادي في الفتره الاخيره. فطبعا اسم الاهلي اتذكر، فاحنا لازم كجمهور الاهلي نطلع نرد وندافع عن نادينا بكل ادب واحترام. فتعال نشوف بعض القضايا اللي هم طرحوها ونرد عليها واحده واحده. لكن كالعاده قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوف كل جديد، وانا متاكد انك لو اهلاوي صميم هتعمل اشتراك من غير ما انا اقول. فيلا بينا نبدا الفيديو. عندنا تفاصيل كتير وعندنا كواليس كتير وعندنا حكاوي كتير، وان شاء الله باذن الله زي عهدنا دايما بيكم ان شاء الله باذن الله كل اللي جاي لنادي الزمالك خير. تفائلوا بالخير تجدوه. انا سعيد جدا بحاله الهدوء اللي بتعم الجميع حاليا خلال ال 48 ساعه الاخيره. كل الدنيا هاديه، كل الدنيا شغاله دعم من نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك، كل السوشيال ميديا بكل الجروبات بكل الصفحات بكل الناس، بحتى المشجعين العاديين، المشجعين الطيبين، المشجعين الحقيقيين، الجماهير في الشارع، الدنيا على السوشيال ميديا الحمد لله الدنيا هديت. في البدايه انا كاهلاوي اتمنى الدنيا تهدى، واتمنى نادي الزمالك يرجع ينافس عشان يبقى فيه منافسه في مصر، ده مبدئيا. تاني حاجه عاوز اقولها ان دي ادعاءات كاذبه ولا تمثل الحقيقه بشيء، لان مفيش حاجه هديت، السوشيال ميديا ما هديتش، ودي طبعا ادعاءات منه. معرفش هو الوحيد اللي شايف الكلام ده، معرفش هو شايف الهدوء ده فين. في مشاكل في نادي الزمالك كبيره جدا، الجمهور غضبان جدا، مفيش اي حاجه مستقره، لكن دي طبعا ادعاءات كاذبه ولا تمس بالحقيقه بشيء، وكلنا عارفين كده. كل الناس ورا نادي الزمالك، كل الناس شغاله دعم لمجلس الاداره اللي امامه مهمه صعبه جدا جدا جدا، امامه اختبار صعب جدا جدا جدا، لكن كلنا ورا استقرار نادي الزمالك. هتيجي تفتش وتيجي تبحث وتيجي ترجع بالذاكره لسنوات كبيره وسنوات طويله جدا، هتلاقي المشكله الازليه اللي بيعاني منها نادي الزمالك هي عدم الاستقرار الاداري. عايز تعطل نادي الزمالك عن بطولتين دوري ورا بعض خدهم ويكمل الثلاثيه، فانت محتاج تعطله عشان خاطر المنافس صدر له مشكله اداريه. اشغله بالمحاكم والقضايا، اعزل له رئيسه، قعد له رئيسه في البيت، اسجل له رئيسه، اقضي على مجلس الاداره، طلع شائعات، طلع فتن، اعمل مشكله بين الجمهور وبين المجلس، اعمل مشكله بين اللعيبه وبين الجهاز الفني، اعمل مشكله بين رئيس النادي وبين الجهاز الفني، اعمل مشكله بين الاعلام وبين اللعيبه، اعمل مشكله بين الكابتن وبين رئيس النادي. كل الامور دي بتحاك بمنتهى الحرفيه. بس ده طبعا هنا الاستاذ كريم ابو لغد اللي كل الاحترام والتقدير لشخصه طرح موضوعين لازم نناقشهم. الموضوع الاول ان مجلس الاداره الحالي قدامه اختبار وبيمر باختبار صعب جدا 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 في حل الازمات الماليه الموجوده بالنادي. وطبعا هنا السؤال اللي المفروض ينطرح، والمفروض ان هو لو اعلامي خايف على نادي الزمالك مش خايف من الاشخاص كان يطرحه، وهو مين اللي وقع نادي الزمالك في المشاكل الاداريه الماليه الكبيره دي؟ طبعا هو ما يقدرش يسال السؤال ده لانه عارف اجابته كويس. الموضوع الثاني وهي الادعاءات الكاذبه وتلفيق التهم للنادي الاهلي، وكأن النادي الاهلي هو اللي عزل مرتضى منصور مش المحكمه، كأن النادي الاهلي اللي سجن مرتضى منصور مش المحكمه اللي حكمت بسجنه، وكأن النادي الاهلي هو اللي اخذ فلوس نادي الزمالك في اخر 10 سنين وعامل له كميه مشاكل مع سبورتنج لشبونه، قضيه شيكابالا، واشيمبونج اللاعب اللي ما لعبش ماتشين مع نادي الزمالك، وكل المشاكل الماليه اللي هو واقع فيها دلوقتي ووقف القيد والكلام ده كله، كأن النادي الاهلي هو اللي طرف في الموضوع. طبعا دي ادعاءات كاذبه. كأن النادي الاهلي هو اللي عمل مشكله بين كابتن شيكابالا ومرتضى منصور، وكأن النادي الاهلي هو اللي طلع قال على فتوح وعبد الله جمعه ان هم لعيبه بيمشوا في سكه شمال وبيشربوا مخدرات مش مرتضى منصور، وكأن النادي الاهلي اللي معين ولاده جوه النادي مش مرتضى منصور اللي معين احمد وامير ماسكين كل حاجه في النادي وهم اصلا ما لهمش في الاداره خالص، وان النادي الاهلي اللي بيجيب صفقات فاسده لنادي الزمالك وبيديها له. من الاخر النادي الاهلي هو اللي بيهدم استقرار نادي الزمالك. ليه؟ ما تعرفش. طبعا ده الكلام اللي هو بيقول. هل الكلام ده لو جبت عيل صغير ماشي في الشارع بيفهم الف ب كوره يصدقه؟ مستحيل. فانا مش هعلق اكتر من كده على الكلام العبيط ده. امور مع السوشيال، مع اللعيبه، مع الاجهزه الفنيه، مع الالعاب الاخرى، كلنا ايد واحده. كان نادي الزمالك محتكر البطولات، وكان المنافس عمال يخبي مشاكله وعمال يدور على حلول لمشاكله. لكن للاسف، والكلمه اللي الكابتن احمد الطيب كروان التعليق دايما بيقولها، كلما سقط الاهلي ساعده الزمالك على النهوض. الكلمه دي كروان التعليق العربي والمصري الكابتن احمد الطيب على طول بيقولها. فاحنا تنبهنا، وانا سعيد قوي ان الناس كلها تنبهت لهذا الامر، والناس كلها فائت، بس فوقنا المره دي بسرعه. وكالعاده هو ذكر نقطتين لازم نعلق عليهم. النقطه الاولى ان نادي الزمالك لما كان متكاتف
احتكروا البطولات. انا ما اعرفش بطولات ايه اللي نادي الزمالك احتكرها اخر 10 سنين بصراحه. ولو انت بالنسبه لك 2 دوري ورا بعض ده احتكار، فالاهلي محتكر افريقيا، البطوله الاعظم في القاره. ولما انت عشان خدت 2 دوري فانت محتكر البطولات المحليه. الاهلي اللي معاه 43 دوري محتكر ايه؟ وبتقول ان المنافس اللي هو النادي الاهلي كان بيخبي مشاكله. مشاكل ايه حضرتك؟ اللي في السنتين اللي انت خدت فيهم الدوري اخدنا افريقيا ووصلنا تاني سنه لنهائي افريقيا ورحنا كاس العالم مرتين. حضرتك فين المشاكل اللي عندنا؟ النقطه الثانيه اللي ذكرها قال لك حصان التعليق كابتن احمد الطيب، طبعا كل التقدير والاحترام لشخصه، قال جمله عجباه قوي ومكيفاه، بيقول لك كلما سقط الاهلي ساعده الزمالك على النهوض. طبعا لازم بما ان الكابتن احمد الطيب اللي قالها لازم نقف عندها، وانا هثبت لك ان هي الجمله اصلا غلط، وما بني على باطل فهو باطل. بيقول لك كلما سقط الاهلي، انا لسه ذاكر لك من شويه السنتين اللي انت خدت فيهم الدوري الاهلي عمل ايه؟ ففين سقوط النادي الاهلي؟ فين السقوط؟ لو انت بالنسبه لك خساره الدوري سقوط للاهلي فانت ساقط بقالك كتير قوي. فزي ما بقول لك ما بني على باطل فهو باطل. مش هكمل الجمله ولا هعترف بيها لان اصلا مفيش سقوط للاهلي علشان الزمالك يحاول يخليه ينهض. بقول لما كان موجود مرتضى منصور كان يقول لك انا ارفض ان انا اعمل قرض، لا انا بتبنى وبناشد مجلس الاداره نادي الزمالك الموجودين حاليا، انا بقول لكم اعملوا ده، قدموا على قرض وخدوه، حقنا كنادي الزمالك، حقنا على بلدنا، حقنا على دولتنا، ان انا مش باخد حاجه، انا هاخد حاجه امشي بيها اموري واحل بيها كل الازمات اللي عندي وبعدين هرجعها تاني لوزاره الشباب والرياضه. وبناشد معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. معلش يا استاذ كريم، هو انت حضرتك مين في الدوله او مين في نادي الزمالك علشان تطالب بقرار مصيري زي ده؟ وبعدين معلش قرض ايه اللي هتاخده من الدوله اللي هي بتمر اصلا بظروف صعبه انك تسدد بيه ملايين الدولارات لمشاكل مرتضى منصور عملها؟ طب ليه ما بتناشدش من مرتضى منصور نفسه ان بدل ما هو هرب ونط من المركب يجي يحل المشاكل اللي حصلت في العصر اللي هو كان ماسك فيه، اللي حصلت في الكام سنه الاخرى اللي هو ماسك فيهم؟ كان دايما يقعد يقول لك النادي كان خرابه وانا جيت عملت وخليت. طب ما حضرتك نطيت من المركب وهربت وسبتها خرابه. وهنا كالعاده تطبيل لمرتضى منصور بدون فهم وبدون علم. انا معاك لما هو كان بيرفع سماعه التليفون ويدخل بال 40 50 مليون، ليه الزمالك وصل للحال ده؟ ليه الزمالك بقى مديون؟ ليه الزمالك مش عارف يحل مشاكل لعيبه مشيت من عنده ومش عارف يأيد لعيبه جديده؟ انا ما اعرفش انه منطق وانه عقل اللي انت بتفكر، وما اعرفش مين هيسمعك ومش هيضحك عليك. نتقدم ونروح ونقدم على قرض مش مشكله، لان الراجل اللي كان بيمسك التراب يحولها ذهب وفلوس مش موجود دلوقتي. ايوه يا استاذ كريم، وهنا السؤال، الراجل اللي كان بيمسك التراب يحوله لذهب ده راح فين؟ طب هو راح فين الذهب؟ اصل مش باقي غير التراب. او ايده مغلوله بعض الشيء، حتى لو بيساند من بره، بيعمل من بره لسه متفق مع حد هيجي يأجر عدد من المحلات، هو نفسه اتفق معاه واستضاف الناس وقعد معاهم واتفق معاهم وقال له يلا توكلوا على الله، خدوا الامور دي وروحوا بقى لمجلس الاداره، دخلوا لهم مثلا 30 40 مليون جنيه. ده اللي بيحب نادي الزمالك وعايز يشتغل لنادي الزمالك. مبدئيا كالعاده في نقطتين هنتكلم فيهم. النقطه الاولى وهو حب مرتضى منصور لنادي الزمالك. طب هو كان فين الحب ده لما كان ماسك رئيس نادي الزمالك قبل ما يتنحى او قبل ما يستقيل زي ما انت بتقول؟ طب لو هو استقال وتنحى وبعد عن المشهد الاعلامي وبعد عن اداره نادي الزمالك، هو ليه بيقعد قعدات وديه مع ناس وليه بيأجر اصلا محلات في نادي الزمالك علشان يدخل للنادي فلوس؟ يعني هو ليه بيساعد من بره وبيتحكم في شأن النادي وهو اصلا مستقيل؟ وبعدين معلش محلات ايه اللي هتأجرها هتجيب لك فلوس تسدد بقى الملايين الدولارات اللي عليك؟ انت بتضحك على الجمهور؟ انت بتضحك على مين؟ انت كده بتضحك على نفسك. والامور لو مشيت كده كل يوم في حاجه زي دي كده خلاص نادي الزمالك هينتعش وهيقف على رجليه، مش هيبقى عندنا اي مشكله، اقسم بالله ما هيبقى عندنا اي مشكله، لان ما دام وفرت الفلوس خلاص كل المشاكل اتحلت. سوريو على فتوح على زيزو على كل اللعيبه على مستحقات قديمه على مقدمات عقود، كل ده هيتحل، اقسم بالله كل ده هيتحل، بس نفضل محافظين على هدوءنا وعلى دعمنا لمجلس ادارتنا ده. استاذ كريم، هدوء ايه اللي هيجيب فلوس؟ الهدوء ما بيجيبش فلوس يا استاذ كريم. الهدوء اللي انت بتتكلم عنه ده عمره ما هيدخل فلوس للنادي ملايين الدولارات تحل بقى المشاكل اللي عندك. وبعدين انت نفسك دلوقتي ذكرت ان في مشاكل مع اسوريو وفتوح وزيزو، ودايما كده بتقعوا بالكلام وتذكروا المشاكل اللي عندكم، ولما واحد اعلامي يطلع يقول لكم في مشكله مع النادي مع فتوح في التجديد او مع زيزو او مع اسوريو، تطلع تقول شوف اشاعات عشان يهدم نادي الزمالك، اشاعات عشان يضلل جمهور نادي الزمالك. طب ما انت نفسك اعترفت ان في مشاكل ماديه كبيره جوه النادي، وفي مشاكل مع فتوح وزيزو واسوريو، يبقى ما تطلعش تقول بقى الاعلام بيوجه المشاكل لنادي الزمالك، انت نفسك معترف بالمشاكل. عشان انا لما اخلص من سبورتنج لشبونه فقدموا على كارد عشان تدفعوا فلوس سبورتنج لشبونه، عشان الثلاث صفقات اللي خلصوا وواقفين بس على الامضاءات وعلى الفلوس، نعرف ندفع الفلوس دي ونخلص وندعم في القصه دي. فان شاء الله باذن الله مجلس الاداره
هيبتدي او انا بناشدهم بده ويعملوه ان شاء الله باذن الله، واحنا معاهم في اي قرارات لصالح نادي الزمالك. والاسبوع الجاي ده هتسمعوا خبر مفرح جدا 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 جدا. ان ما كانش يوم الاحد هيبقى يوم الاثنين، ان ما كانش يوم الاثنين هيبقى يوم الثلاث، ما كانش يبقى يوم الثلاث يوم الاسبوع اللي جاي ده مش هيعدي غير مع حضراتكم. مهما يكون بقى المذيع اللي موجود مع حضراتكم او المستشار مرتضى هيطلع او حد من مجلس الاداره هيطلع هيزف بشرى سعيده جدا جدا لنادي الزمالك. ان شاء الله سعيده. لو ما جاتش يوم الاحد هتيجي يوم الاثنين، ولو ما جاتش يوم الاثنين هتيجي يوم الثلاث، ولو ما جاتش يوم الثلاث هتيجي يوم الاربعاء. ولو ما شفتش الفيديو ده النهارده هتشوفه بكره، ولو ما شفتش الفيديو ده هتشوفه بعده. طبعا كلام عشوائي وكلام مضحك، ما علينا. الفكره هنا انه قال لك ان في 3 صفقات خلصوا، وان النادي داخل على انفتاحه، وان النادي خلاص، وان في حل لكل المشاكل، وان الدنيا جميله وما تقلقوش يا جماعه. فانا طبعا ما اقدرش اقول المعلومات دي صحيحه ولا كاذبه، لكن انا هخلي زملكاوي محترم وهو زملكاوي متعصب ومحب النادي الزمالك ومعروف كويس زملكاويته هو اللي يرد عليه ويقول له النادي والظروف الغامضه اللي جايه في المستقبل، وهو الكابتن ابراهيم عبد الجواد. هسيبك مع الفيديو تسمع اراء الراجل المحترم ده، لكن ما تنساش في نهايه الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب. ولو انت شخص جديد بتتابعنا فاهلا بيك في عيله الاهلاويه، ولو انت متابع قديم فشكرا من كل قلبي على الدعم المستمر وعلى التعليقات الايجابيه اللي بتخلينا نستمر وندور على كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا اهلاويه. الحاجه الاهم في نادي الزمالك هي ايه؟ مفيش حد بقابله من جمهور الزمالك الا وهو عنده سؤال وحيد: مين الصفقات اللي جايه؟ مين اللعيبه اللي الزمالك هيضمهم عشان يقدر يدخل الموسم اللي جاي بشكل قوي خلافا للموسم اللي فات؟ لان الموسم اللي فات اللي لسه خلصان بيقول ان الزمالك خرج منه خالي الوفاض، موسم صفري. الزمالك ما عندوش فرصه لتحقيق بطوله غير بطوله الكاس بتاعه الموسم اللي فات اللي هيتم استكمالها الموسم اللي جاي، اللي الزمالك وصل فيها للدور ربع اللي وصل فيها دور نصف النهائي قابل فيها بيراميدز. غير كده الزمالك صفر في كل حاجه، لا دوري ولا الكاس بتاع البطوله اللي قبليها، افريقيا، كل بطوله، كل الكلام ده الزمالك ما حققش فيه اي حاجه، غير طبعا المستوى الهزيل. فبالتالي المستوى الفني الهزيل، وبالتالي الجمهور عايز الموسم اللي جاي يبقى مختلف. انا تعودت دائما ان انا اقول لحضراتكم المعلومات اللي احنا متاكدين منها، المعلومات المظبوطه اللي بنجتهد قدر الامكان ان هي تكون صحيحه تماما، بخلاف بقى اللي بيحصل في المفاوضات وفي الاخذ والرد ما بين الاطراف كلها، سواء اللاعبين ووكلائهم او الانديه ووكلائها، لان ممكن ساعات كتير جدا بيحصل مفاوضات والدنيا تبقى ماشيه كويس جدا وتيجي تخلص او ما تخلصش على اخر 50 متر. لكن عمري بفضل الله سبحانه وتعالى ما طلعت ابيع الوهم للجمهور، او طلعت اقول كلام انا متاكد من عدم صحته او عدم دقته لمجرد مغازله عواطف الجمهور. والحقيقه وده كلام وحديث موجه لجمهور الزمالك، حتى هذه اللحظه مفيش اي حاجه في نادي الزمالك تنبئ ان في صفقات او مفاوضات مع اي حد. حتى هذه اللحظه مفيش اي كلام سوليد اقدر اقوله لحضراتكم كجمهور الزمالك ان في مفاوضات او اسماء او لاعبين جايين الزمالك. ابقى ببيع لكم الوهم وبقول لكم كلام عشان تفرحوا وعشان تتبسطوا، ولكنه كلام مش حقيقي تماما. الوضع في نادي الزمالك حتى الان ضبابي تماما، وضبابي على جميع الاصعده. ضبابي بالنسبه للاعيبه اللي الزمالك ممكن يكون في نيته التفاوض معاهم من خارج النادي، ضبابي بالنسبه للاعيبه اللي موجوده جوه فرقه نادي الزمالك ويرتبطوا بعقود مع فرقه الزمالك في التوقيت الحالي بس ما هماش عارفين يجددوا ولا ما يجددوش، وضبابي حتى على مستوى تسديد العقوبات الموقعه على نادي الزمالك، زي مستحقات اتشيمبونج، زي مستحقات سبورتنج لشبونه بتاع موضوع شيكابالا، زي حتى ضبابي على مستوى متخذ القرار داخل نادي الزمالك. فالوضع الضبابي ده منعكس على كل الامور داخل نادي الزمالك، مخلي اللعيبه اللي موجوده جوه الفرقه مش عارفه السنه الجايه فيها ايه، وفي منهم كتير قلقانين ومش عارف مستوى الفرقه السنه الجايه هيبقى عامل ازاي، لانه ببساطه شديده عشان فرقه الزمالك وعشان اللعيبه دي تنجح السنه الجايه ما هي محتاجه تدعيمات. اللعيبه اللي بره الوضع بالنسبه لها ضبابي، او اللعيبه اللي نادي الزمالك ممكن يكون بيتفاوض معاهم الوضع بالنسبه لها ضبابي جدا، لان هم مش عارفين يتكلموا مع مين ولا يتفاوضوا مع مين، ولو جم هياخدوا فلوسهم ولا لا. الوضع ضبابي بالنسبه للمستحقات، لان حتى هذه اللحظه نادي الزمالك ما قدرش يجمع الفلوس اللي على اساسها يقدر يدفع العقوبات الموقعه عليه. يعني اي كلام حضراتكم بتسمعوه ان الزمالك جمع الفلوس او دفع الفلوس او هيدفع الفلوس في التوقيت الحالي، ده كله كلام مش صحيح، لان الزمالك حتى الان معهوش الفلوس او ما جمعش الفلوس اللي يدفع بيها غرامه اتشيمبونج اللي هي حوالي 270,000 دولار، وشيكابالا وموضوع سبورتنج لشبونه اللي هو حوالي 1,500,000 دولار. الزمالك ما جمعش الفلوس دي. لعيبه نادي الزمالك اللي جوه الفرقه مش عارفه تقعد مع مين، ومين اللي متخذ القرار في اداره، والناس قاعده ولا ماشيه، ومين قاعد ومين مشي ومين اتعزل ومين موجود ومين بياخد قرار ومين ما بياخدش قرار. الوضع ضبابي تماما. طبعا الواحد يؤسفه انه يكون بيقول الكلام ده على واحد من اهم الانديه اللي موجوده مش بس في مصر، ده في افريقيا
وفي الوطن العربي، بس هو ده الوضع اللي في الزمالك دلوقتي. فعلى جمهور الزمالك انه يبقى فاهم ان دي الاوضاع جوه الزمالك، وده الشكل اللي موجود دلوقتي، ودي الاوضاع اللي موجوده دلوقتي، عشان ما حدش يبيع الوهم او يقول للجمهور كلام عاطفي، كلام رنان، كلام جميل يداعب بيه عواطف الجمهور لكنه مش متحقق على ارض الواقع. لان الجمهور في الاول وفي الاخر هو الطرف الانقى في اي معادله رياضيه تخص الانديه، لانه لا بيتكسب اي شيء ولا ده بيدفع من جيبه عشان فرقته تبقى كويسه، بيروح يدفع تيكتس ويشتري حاجات ومش عارف عشان نفسه يشوف فرقته في احسن حال ممكن. لكن هو طرف مش مستفيد اي حاجه غير انه يشوفه نادي كويس. ولكن مش كل الاطراف اللي في المنظومه الرياضيه او المنظومه اللي بتخص الانديه بتبقى بنفس النقاء ونفس الحرص على مصلحه انديتها زي الجمهور كده. فالوضع في الزمالك زي ما انا شرحته لحضراتكم دلوقتي، كان بودي اقول لجمهور الزمالك ده فيه صفقات وفيه 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 وفيه، بس الكلام ده مش حقيقي، لان احنا ما بنعرفش نطلع نقول كلام مش مظبوط ومش حقيقي لمجرد مغازله عواطف الجماهير. ده فيما يخص الزمالك والوضع في الزمالك حتى الان. نروح للنادي الاهلي. ولما بتتكلم على طبعا يعني قبل ما اروح للنادي الاهلي في نقطه مهمه جدا في نادي الزمالك، لان انا كنت لسه هقول لك حاجه على الاهلي اللي هو بقى النقيض تمام. يعني شوف بقى النقيض بقى تماما من حته الايه، كل الامكانيات او كل المعطيات اللي تساعد على النجاح من استقرار فني، استقرار اداري، استقرار مادي موجوده في النادي الاهلي. دي حاجه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي. على الجانب الاخر استكمالا للجزئيه اللي انا كنت بتكلم فيها الخاصه بالوضع الضبابي اللي موجود في الزمالك، الحته الخاصه بالاستقرار المادي، الزمالك عنده مشكله كبيره ماديه في توفير الفلوس الخاصه بالعقوبات. طب الفلوس دي والدولارات دي مين هيحاسب عليها؟ يعني مين هيحاسب على هذا الخطأ؟ في وقت الدولة المصرية بتوفر فيه كل سنت وكل دولار وكل ما يمت للعملة الأجنبية بصلة عشان ما يخرجش بره البلد، يبقى جوه بلدنا. واكيد الاولى بالفلوس والدولارات اللي بتدفع على الارض دي في عقوبات وغرامات كان يجب او كان يمكن تلافيها، الاولى المصانع اللي مش لاقيه دولارات او عايزه دولارات عشان تجيب مستلزمات انتاج وتجيب حاجات تنفع بيها اقتصاد بلدنا وتفيد بلدنا. فبالتالي الفلوس اللي بترمي في الارض دي في العقوبات دي مين يحاسب على ده؟ كمان اي اداره مش بس في الزمالك، اي اداره في اي نادي هي المسؤوله عن ايجاد وتعظيم الموارد الماديه الخاصه بهذا النادي عشان تقدر تصرف على المناحي الماديه المختلفه اللي موجوده في هذا النادي، سواء بقى تخص كره قدم، كره اليد، تنس الطاوله، كره الماء، اي حاجه. فدي كلها امور ضبابيه حتى الان في نادي الزمالك، لا حد عارف مين اللي هيحاسب على هذا الخطا، لا حد عارف مين اللي هيوفر اصلا الفلوس اللي يتم بيها تلافي هذا الخطا ومعالجته، وهي العقوبات الموقعه على الزمالك الخاصه باتشيمونج سبورتنج لشبونه، لا حد عارف مين اللي هيعظم الموارد الماديه ويجيب فلوس عشان يقدر يصرف على اللعيبه والصفقات اللي الزمالك عايز يجيبها، او تجديد عقود اللعيبه اللي موجوده، او حتى سداد مستحقات المدير الفني. دي كلها امور ينطبق عليها الوضع والوصف الضبابي اللي انا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليه.